عندنا لقطة مجهزينها لنا الشباب في الإعداد. بس ودي أسمع التعليق عليها من ضيوفي إذا نشوف اللقطة إذا كانت جاهزة. تذكر في الدور الأول إذا كان تتذكرون اللاعب النصر ماني لما صور مع مشعل لجامي، سلم على لجامي. اي نعم. اليوم في لقطة في نهاية المباراة بينهم. أيوة يا سلام عليك. اليوم الرابطة نشرت هذه الصورة على موقعها الرسمي. نشوف الصورة بس يا شباب. هذه مشعل هذه نعم. كانت مع كريستيانو. اي اليوم جمعهم رونالدو. واعتقد هو اللي نادى ايش اسمه. صورة لطيفة رائعة جدا. وكان بينهم نقاش بعد المباراة. هو الموقف كان بين رونالدو ولجامي واخو لجامي. قاسم لجامي وعلي لجامي. يستغرب يعني في اثنين. هذا طبعا لهم قصص كثيرة بحكم انهم كانوا في الشرقية ولهم قصص كثير، يعني من القصص اللي صارت لهم في احد المباريات تواجدوا اثنينهم والحكم يعني كان بيعطي اخوه الكرت، جاء قال انا اللي ضربته. قال اي صحيح واعطى كرت. فكان الكرت الثاني طرد وكان اثنين بخذوا اصفر. فطبعا حتى اللي كانوا ما قدر يفرق بينهم. لا ما يفرق لانهم توأم يعني. بعدين نفس الارقام 87 و78. فحتى يعني الرجال ذكي. بعدين سبحان الله نفس الستايل ونفس التصرفات ونفس القصه هم طبعا توأم. انا في شيء استغربت اليوم. هذا في الحسا وهذا في الرياض محلقين نفس الشعر، يعني نفس القصه. لا هم للمعلومه توأم هذا اللي انا مره استغربت صراحه. هم اخوان فقط، ما عندهم اخوات ولا شيء، هم فقط اخوان من ام ابو فقط اثنينهم يعني. تصور هم لعبوا في نادي الخليج اثنينهم في فتره واحده في نادي الخليج، بعدين واحد انتقل نادي الفتح اللي هو علي، بعدين الحقه واخوه نادي الفتح بعد ما طول طبعا انتقل نادي النصر. فهم يعني توأم روح يعني كامل. اذا سووا الشيء ذا علاقتهم قطعتين. اذا سووا الشيء ذا الحكم وش كانوا يسوون في المدرسه؟ يختبرون عن بعض. كذا رضا يعني. هذا من الاشياء القصص يعني. هم طبعا ما ذكرتم قريبين جدا من بعض وعلى طول يعني مع بعض، حتى في تجارب في الشرقيه تشوفهم مع بعض. ما تعرف التعالي ولا قاسم؟ انا طبعا اعرفهم من سنوات بس ما اعرف الفرق بينهم طبعا. اتوقع ان الصوره هذه يعني بتكون ترند يعني على مستوى العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بالفعل يعني صورة يعني نادرة وصورة مختلفة ورائعة. مرة ثانية إذا نقدر نشوفها سلطان، الله يعطيك العافية مخرجنا سلطان المخيلد. يعني هي متوقع بشكل كبير، خاصة أن أيضا اليوم الرابطة تفاعلت معها ونشرتها على موقعها الرسمي. يعني راح تكون حديث العالم الحقيقه صحيح. يعني بتقوم بعمل رائع. ترى على فكره رونالدو يعني في الامور هذه ما شاء الله تبارك الله يعني ما يحتاج يعني ضليع. عمل مميز الحقيقه للرابطه والعاملين في الاعلام الجديد او في السوشيال ميديا، يعني بيقدموا لقطات جميله ورائعه. دورينا اليوم في زخم كبير وفي متابعه صحيح. كبيره والمسؤوليه كبيره على الجميع. يمكن ما انا شخص متخصص في الاعلام الجديد يعني شيء حقيقه مدعاة للفخر اليوم. صح. العالم كله تتجه انظاره الى الدوري السعودي وما يحدث في الدوري السعودي، سواء صحيح. لقطات، اهداف، حضور لاعبين، مباريات كبيره، مناسبات. يعني جهد عظيم يشكرون عليه يعني كل من يعمل وكل من يعني يحاول ان يظهر الصوره كما هي بالشكل الرائع اللي وصلنا له اليوم. لا صراحه عندهم حس اعلامي صراحه في الحساب، في لقطات فيها حس اعلامي وفيها يعني طلعوا من الرسميه شوي. يعني انت حساب رياضي هذا لازم تكون، وتعليقات جميله احيانا مضحكه جميله صراحه. فعلا زي ما قال فهد نحييهم صراحه الزملاء في نعم. والمواضيع الجاده والجافه احيانا تكون يعني منفره للجمهور او احيانا تخرج عن المتابعين. وانت مجال رياضي بالذات وسط الرياضي. نعم. ويمكن انت ما شاء الله تبارك الله مشعل ممكن تفيدنا في هذا الموضوع. يعني قبل شوي فهد يقول انت احد المتخصصين واحد المبدعين ايضا الله يحفظك الامانه في الاعلام الجديد. تلقى الناس يعني تتفاعل اكثر مع الصور الخفيفه العفويه التلقائيه، ولا لا؟ دون ادنى شك. يعني التعاطي في الاعلام الرقمي يختلف تماما عن التعاطي في الاعلام التقليدي. القفشات هذه الالتقاطات، نمط الجمهور وتعايش مع رغبات الجمهور بالضبط. ايضا بامكانك احيانا ان تصنع محتوى من لا شيء، وهذه ميزه في
الاعلام الرقمي. مهم جدا عمليه الاكتف والتواصل مع الجمهور. نعم. هذا يمكن الموضوع جانب اخر، موضوع ايضا التواصل مع العملاء. اليوم كثير من الجهات التواصل مع العملاء اصبح ضمن نطاق العلاقات العامه في الرد على استفساراتهم، الرد على اسئلتهم. اليوم نشاهد حقيقه سواء الرابطه او حتى الانديه يعني جهدها في منصات اكس، في التيك توك. اليوم قاعدين نشوف عمل حقيقه فائق الابداع من الانديه في منصه تيك توك. ايضا تقديم اللاعبين في التعاقدات وتغطيه المعسكرات، يعني فعلا احيانا يصل الى تصوير سينمائي في ما يقدم. يعني فعلا مشعل على كلامك هذا، اليوم او امس حساب الفتح، نادي الفتح غرد بفيديو عن الحارس السويدي جاكوب وهو في الرياض. ويعني تخيل نادي في الحسا يتكلم عن الرياض وعن الدرعيه وعن المعالم في الرياض، ويعني باللغه الانجليزيه. شوف كيف فكره التسويق. اول شيء هني الزملاء في اللي ماسكين حساب نادي الفتح، وشوف كيف الفكره. يعني هو في الحسا والنادي، ومع ذلك يعني يتكلم عن الرياض ويتكلم عن الاشياء التراثيه، لان المباراه في الرياض. صحيح. هذه سياسه بس شوف الفكره التسويقيه، في اي منطقه يروح يلعب فيها ينشر فيديو عنها. بالعكس يعني فكره رائده للامانه ومختلفه. انا اذنت الاستاذ بندر فعلا، يعني لو في جائزه لافضل مركز اعلامي اعتقد نادي الفتح يعني جدا يتصدر بلا بفارق عن الثاني. نعم، يعني يمكن قدر النادي مع احترام الجماهير نادي الفتح ما هم الانديه الجماهيريه يعني مقاطع تتداول، ولكن اعتقد انه هو النادي الوحيد الجميع بمختلف ميوله يتفق على جماليه ما يطرح. يعني محتوى. يندر أن يقدم مادة داخل الصندوق، دائما تفكيرهم خارج الصندوق. واعتقد لو في بطولة لأفضل مركز إعلامي يستاهلون، لا فعلا استحقها نادي الفتح. يستاهلون. طيب